سألت الذكاء الاصطناعي عن 5 فروقات ما بين الثقافة الألمانية والثقافة المصرية، وقلت له قل لي إحصائيات تثبت الحاجة اللي انت هتقول لي عليها. تعال نشوف الذكاء الاصطناعي قال ايه. اول نقطة الذكاء الاصطناعي قال لي عليها هي إدارة الوقت. الألمان محددين قوي في الوقت ودقيقين قوي في الوقت، في حين ان المتعارف عن المصريين الدنيا بتمشي بالحب شوية. والذكاء الاصطناعي استدل بالموضوع ده على إحصائية بتقول ان في اندكس او في مؤشر بيتكلم عن ازاي البلاد ككل بتتعامل مع الوقت، وبيقيسوها عن طريق سهولة التعاون أو التعامل في البيزنس. فلو أنا التعامل معاك في البيزنس من ناحية الوقت سهل، فأنا ببقى الرانكينج بتاعي عالي، ولو أنا التعامل معايا من ناحية البيزنس صعب فأنا ببقى قليل. مصر تحتل المرتبة 120 في سهولة التعامل في البيزنس عن طريق الوقت، في حين ان المانيا في المركز الرابع. ده معناه ان من ناحية الوقت من السهل ان انت تعمل بيزنس مع المانيا، لكن من الصعب ان انت تعمل بيزنس مع مصر. النقطة التانية ان الالمان يقدروا الفردية، في حين ان المصريين يقدروا المجموعة. يعني الالماني هو عايز هو يشتغل لوحده، وهو ينجح لوحده، وهو يعيش حياة كويسة لوحده، يفضل ده. نجاحه لوحده بيحسسه ان الحياة كويسة. عكس في مصر المجتمع بيحب ان انا العيلة بتاعتي وانا نبقى مع بعض، العيلة بتاعتي وانا ننجح. دايما في النظرة شمولية للعيلة او للأسرة او للمجتمع. هنا فردية وهنا مجتمع. النقطة الثالثة الوضوح في التواصل. الألماني واضح جدا في التواصل، بيقولك هو عايز ايه زي ما هو. 65% من الألمان بيفضل ان التواصل يكون واضح وصريح. لما تيجي تتكلم معايا على حاجة قول لي الحاجة زي ما هي. العكس على المصريين، 75% من المصريين بيفضلوا ان هو لما يجي يتكلم مع حد ما يقولش الحاجة مباشرة زي ما هي، يقعد يلف ويدور ويحط مقدمات. النقطة الرابعة ثقافة الأكل. الأكل الألماني مشهور بحاجتين: اللحمة بالصلصة والبطاطس. اللحمة بتشكل جزء كبير جدا في الأكل الألماني، في حين إن في إحصائية بتقول إن في 3% بس من مصر اللي قادرين على إن هم أو اللي بيحصل إن هم بياكلوا لحمة بصورة شبه يومية. فده معناه إن اللحمة مش من الحاجات الأساسية في الأكل المصري على قد ما هي حاجة أساسية جدا في الأكل الألماني. وطبعا إحنا لو هنتكلم على الأكل هو مفيش مقارنة. عندنا في مصر البهارات واستخدام الأنواع والأشكال المختلفة من الأكل، فطير على بيتزا على كوارع على وتيجي في الألمان هتلاقي ان في بعض الاطباق المحدده اللي هم بياكلوها اللي هي في الحقيقه طعمها مش حلو. فثقافه الاكل يعني تفرق جدا. المهم ان الذكاء الاصطناعي بيقول اللحمه عامل اساسي هنا، لكن اللحمه مش عامل اساسي عندنا في مصر. النقطه الخامسه والاخيره وهي العمل. الالمان عندهم وضوح في العمل ووضوح في المهام اللي الواحد محتاج ان هو يعملها. الوظيفه بتاعتي فيها ايه، زائد ان انا ما اشتغلش وقت اكتر من الوقت المحدد ليا ان انا اشتغله. work life balance، ان انا عارف اوازن ما بين الشغل بتاعي وما بين حياتي الشخصية. في حين على الصعيد الآخر المصريين بيشتغلوا أكتر مما هم يعني من الليميت الطبيعي، مش 8 ساعات في اليوم، انا ممكن اشتغل 12 13 14 ساعه في اليوم، وان مفيش موازنه ابدا ما بين الحياه وما بين الشغل. وفي احصائيه من منظمه الاقتصاد والتعاون بتقول ان متوسط عدد الساعات عند الالمان حوالي 26.3 ساعه في الاسبوع الواحد، في حين ان متوسط عدد ساعات العمل عندنا في مصر 42 ساعه. طبعا لما بقول المتوسط في ناس بتشتغل 100 ساعه وفي ناس بتشتغل ساعتين، فهو بيجيب لك المتوسط. فهتلاقي ان المتوسط في مصر اعلى بكتير جدا من المتوسط في المانيا. الحقيقه انا انبهرت ازاي الذكاء الاصطناعي قدر ان هو يطلع النقاط دي ويقارن البلدين ببعض. وده معناه ان انت في المستقبل تقدر ان انت تعتمد على الذكاء الاصطناعي انه يعمل لك مقارنات ما بين البلاد عشان تقدر تقرر انت فعلا عايز تسافر المانيا ولا عايز تفضل قاعد في مصر. زي كل مره لو فيها اي حد عنده اي سؤال يبعت لي، وكالعاده ادعي لي.